السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم شريهان خيري فاوندر سبلاي تشين سوسايتي. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن تعريف السبلاي تشين بشكل عملي. النهارده هقول لكم ازاي تبداوا في مجال السبلاي تشين. بس قبل ما نبدا لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان المجال بتاعنا مجال عملي، يعني شمر وانزل اشتغل بايدك. بس قبل ما تشتغل لازم تكون عارف قدر كافي من العلم تقدر تاخد بيه خطوات ثابته في المجال وتعدي بيه اي انترفيو، وتكون على قدر من العلم والخبره عشان ما تضيعش وقت ومجهود على الفاضي. يلا بينا نبدأ. هنقسم الموضوع من وجهة نظرنا ل3 أجزاء. أول جزء هو الكورسز والسيرتيفيكيشن. هقول لكم على أهم وأشهر الشهادات اللي ممكن ندرسها وندرسها إمتى. هنبدأ بشهادات إيبكس، واللي ما يعرفش إيبكس هي أسوسيشن أمريكية وتعتبر من أفضل الأورجانيزيشن على مستوى العالم في مجال السبلاي تشين. أول شهادة هنتكلم عنها هي شهادة CPIM، وهي اختصار ل Certified Planning and Inventory Management، وبتتكون من جزئين. الجزء الأول هو ال Basics of Supply Chain Management، والكورس ده بمثابة حجر الأساس اللي بنبدأ بيه دراسة لأي حد بيحاول يبدأ في مجال السبلاي تشين أو يشتغل في المجال ولسه ما بدأش دراسة. ليه؟ لأنه بيغطي أغلب الفانكشنز الخاصة بالسبلاي تشين، يعني بنفهم الراجل بتاع البلاننج بيشتغل ازاي، وبنفهم يعني ايه ديماند وسبلاي، وبنفهم يعني ايه بريكيورمنت وبرشيزنج، وكمان بنعرف أكتر عن اللوجيستكس والديستريبيوشن، الجزء الخاص بالوير هاوسنج والانفنتوري مانجمنت. كل ده طبعا بدون تعمق كبير لكل قسم منهم. الهدف الأساسي من الكورس إني أكون فاهم السبلاي تشين سايكل بشكل واضح، وكل واحد بيعمل إيه بالظبط، وتقريبا بنعرف حوالي 70% من الترمينولوجي الخاصة بالمجال. تاني جزء هو CPIM Part 2، وده مهم جدا لأي حد هيتخصص في البلاننج، سواء هتشتغل ديماند بلاننج أو سبلاي بلاننج، لأنه هيدرس بتعمق كبير وبتفصيل أكتر عن البلاننج استراتيجي والS&OP والMBS والMRP. وكده نبقى خلصنا أول شهادة الإيبكس اللي هي CPIM. تاني شهادة معانا الإيبكس هي شهادة CLTD. لو انت مهتم وهتتخصص في اللوجيستكس يبقى لازم تدرسها. هي اختصار ل Certified Logistics Transportation and Distribution، ودي بندرس فيها اكتر من مديول خاص باللوجيستكس زي الريفرس لوجيستكس، السستينابيليتي، الترانسبورتيشن، الوير هاوسنج. تالت شهادة معانا هي شهادة CSP، وهي اختصارها Certified Supply Chain Professional، ودي شهادة مهمة جدا لأي حد عاوز يفهم External Supply Chain و Global Supply Chain و Supply Chain Risk. ويفضل طبعا لو حد هيدرسها يكون على الأقل درس CPIM Part 1 وعنده على الأقل 4 سنين خبرة. رابع شهادة معانا الإيبكس هي السكور بي، وهي اختصارها Supply Chain Operation Reference، والشهادة دي مهمة جدا لأي حد بيشتغل في المانجيريال ليفل، لأنها بتساعده إنه يقدر يطور في الإدارة عنده من خلال إنه يقدر يقيس الKPIs والبرفورمانس لإدارة السبلاي تشين. دلوقتي انتهينا من شهادات إيبكس، تعالوا نبدأ في الكورسز البسيطة اللي بتغطي جابس معينة في سوق العمل. أول كورس هو الإمبورت أند إكسبورت مانجمنت، وده كورس مهم جدا لأي حد عاوز يعرف العملية الاستيرادية والتصديرية بتتم إزاي بشكل كامل. بندرس فيه الجمارك على الصادر والوارد، والجزء الخاص بالاتفاقيات وطرق الدفع اللي منها الاعتماد المستندي، وطبعا مناسب للناس اللي شغاله في الشحن والجمارك والاستيراد والتصدير. تاني كورس معانا هو البريكيورمنت مانجمنت، وده بنعرف فيه كل حاجه تقريبا عن اداره المشتريات وازاي اتعامل مع الموردين، وده اللي ايبكس ما كانتش مغطياه في الشهادات بتاعتها. نيجي بقى لجزء مهم جدا، الجزء الخاص بالتولز والسكيلز اللي مهمه تكون عند اي حد شغال جوه السبلاي تشين. ومن اهم التولز دي هي الاكسل والداتا اناليسيز، واللي المفروض تكون موجوده عند اي حد شغال في السبلاي تشين، لاننا بنتعامل مع داتا كبيره جدا. وتاني تول مهمه معانا هي انك تكون عارف تشتغل على المديولز الخاصه بالسبلاي تشين جوه الاي ار بي سيستم زي الساب والاوراكل. اما بالنسبه للسكيلز فمهم جدا نبقى عندنا السوفت سكيلز الخاصه بالمجال زي الكوميونيكيشن والنيجوشيشن سكيلز، ولو بتدير تيم مهم جدا تبقى عندك ليدرشيب سكيلز. اتمنى تكونوا عرفتوا هتبداوا ازاي وهتدرسوا ايه، ولو حد عنده اي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا او يكلمنا على ارقامنا في اخر الفيديو. نشوفكم على خير في فيديو جديد.